لو عايزين نعمل بقى تحلية سريعة في البرد اللي احنا فيه ده، حاجة تدفينا كده وتدفي الولاد، مفيش احسن من التحلية دي. حاجة كده حلوة جدا وطعمها تحفة رائع، مش هيستنوا عليها لما تبرد. ما شاء الله طعمها حلو جدا، داخلها بقى الحليب والفواكه وكده، حاجة جميلة يعني، ومش مكلفة على فكرة، حاجة بسيطة يعني. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب للي أول مرة يشوف القناة. عندي بقى الموز بتاعي، اجيبه اقشره كده واقطعه شرايح رفيعة بالشكل ده. تمام. هنبدأ بقى نعمل ايه بقى. عندي كيلو من الحليب، نركن بقى الموز ده على جنب دقيقتين. تعالوا عندي بقى كيلو من الحليب، هننزل بالحلة بتاعتي على النار واحط فيها 4 معالق من الزبدة، ولما الزبدة تسيح خالص انزل عليها ب5 معالق دقيق، واقلب بقى الدقيق بتاعي ده لحد ما يتحمص كده بريحة الزبدة، وريحتهم تطلع دقيقتين كده، الريحة بتاعته تطلع. ننزل بالحليب بتاعي، كيلو عندي لتر من الحليب، بس تدريجي شوية شوية، يعني انزل شوية واقلب عشان ما يخرجش مني، وبعدين انزل بقى ايه بالباقي الحليب تدريجي شوية شوية. اهو طبعا متولع عليه والنار عالية. خلاص كده نزلت بالكيلو اللبن بتاعي كله، هقلب بقى كويس جدا. عندي 5 معالق من السكر، معالق كبيرة من السكر، عايزين تزودوا معلقتين كمان او تقللوا معلقة او معلقتين، ده حسب الرغبة. ده كده مظبوط جدا 5 معالق. وعليهم شوية فانيليا، نقطتين فانيليا او كيس من الظرف لو سايبة الحبيبات، ونقلب كويس جدا كل المكونات دي لحد ما تجمد بقى وتربط معايا. تحفة. الصوص ده حكاية، الكريمة دي حكاية، طعمها حلو جدا. هنفضيها بقى في البولات بتاعتي، ومملاش الطبق قوي يعني تلتينه كده بالشكل ده. نركنها بقى دي تبرد على ما اجهز باقي الحاجة. خلاص كده، بصوا شكلها حكاية وطعمها حلو جدا. هنركن بقى كل اللي احنا عملناه ده على صينية، وننقله بقى في جنب كده لحد ما يبرد براحته. يبقى عندي بالشكل ده كده، طبق مش مليان قوي عشان باقي الحاجة اللي هنحطها عليه. على طاسة على النار بقى نحط فيها كوباية كبيرة من السكر يتكرمل، والنار تكون وسط. اول ما حرفه يكرمل كده بالشكل ده، نقلب السكر تقليب بالراحة لحد كله ما يفك كده ويكرمل ويبقى صوص بالشكل ده. عندي بقى نص معلقة من الزبدة، انزل على السكر. خلاص كده فكت عندي وبقت زي الفل كده، وما خليهاش تزيد اكتر من كده علشان ما تمررش، عشان يبقى الكراميل طعمه حلو. عندي بقى نص معلقة او معلقة كده من الزبدة، انزل بقى فيها فوق الكراميل واقلب لحد ما الزبدة بتاعتي تفك. انزل بقى بنص كوباية من المية، كده تمام. بقى نزلت بنص كوباية من المية، هتجمد شوية بس مع التقليب هتفك خالص وهتبقى زي الفل. اقلب بقى ايديا فيها على طول، ما سيبهاش لحد ما تفك الكتل اللي كتلت بتاعه السكر دي، وتبقى ايه صوص سايب خالص كده. اهي بقت كده تمام عندي. تعالوا بقى كوبايه فيها نص كوبايه من الميه، نص كوبايه من الميه هحط عليها 3 معالق من النشا. ادي معلقه 2 3، سامحوني على صوتي عندي برد. هقلب النشا كويس جدا، ادوبه في الميه، وانزل بقى على الصوص بتاعي الكراميل كله، واقلب بقى كويس جدا. هنا بقى هحتاج المضرب علشان يفك كل اللي اتخرز عندي ده. اقلب فيها كويس جدا لحد ما تربط النشا، يربط مع الكراميل ويبقى صوص بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. كده تمام وزي الفل. بصوا لونه فاتح ازاي، هو مش غامق. الطاسه اللي مبينه لونه غامق، انما هو ما شاء الله فاتح خالص. ما تخلوش الكراميل يغمق خالص علشان ما يمررش. عندي بقى الموز بتاعي نكمله كده تقطيع، هو والفراولة.
بيدوا طعم الاتنين مع بعض في الطبق مع الكراميل، بصراحة طعمه حكاية. هقطع بقى كده شرايح وكده تمام. عندي بقى الطباق بتاعتي بردت، هنزل بقى بالفواكه عليها ونرصهم بقى يبقوا شكل حلو كده، واحدة حمرا على واحدة بيضة. العين بتاكل يا جماعة قبل البق، يعني لازم كل حاجة تعملوها تدخلوا فيها الوان وتدخلوا فيها ايه الحاجات الحلوة دي، احمر واصفر وابيض. مفيش اصفر، الموز ابيض، وايه اللي انا بقوله؟ ما علينا. ماشي. هننزل بقى بالفواكه، وبعد كده الصوص الكراميل اللي انا عاملاه. بصوا هيبقى الشكل كده. تعالوا بقى صوص الكراميل وفوق منه بقى. يا سلام يا سلام، مش قادرة اقول لكم على الحلاوة، طعمه حكاية. انا بقى بفضي الصوص في اطباق بملأ بزود فيها صوص، وفي اطباق بخليها فيها الصوص قليل يا دوب حاجة بسيطة كده، عشان عندي ولادي حد بيحب الصوص الكراميل وحد ما بياكلش صوص الكراميل الا بسيط، فده طبعا بنعمل زي ما هم عايزين. شفتوا بقى تحفة بصراحة. تستاهلي التجربة. ودي احلى تحلية سريعة ممكن تاكلوها. يلا بقى قوموا جربوها دلوقتي حالا، والجو برد كده تلج، ولادك هيعشقوها. اتمنى فيديو النهارده يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب للي اول مره يشوف القناه. تعالوا ندوق كده بس. ده طبق بقى كان في التلاجة، فضل بعدها بشويه تاني يوم جمد بقى مسك شويه. بصوا تماسك من تحت وبقى طعمه حكايه يعني، وهي سخنه حلوه وهي ساقعه جميله.